بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهارده على قصور الغدة النخامية بعد الولادة أو ما يسمى متلازمة شيهان. هي حالة نادرة بتصيب خمس حالات لكل 100,000 حالة ولادة، وبتصيب تلت النساء اللي بيحصل لهم نزيف شديد أثناء وبعد الولادة، أو انخفاض شديد بالضغط برضو أثناء وبعد الولادة، مما يؤدي إن بيحصل نقص أكسجين للغدة النخامية المتضخمة أثناء الحمل، فبيؤدي إلى تلف أو موت أنسجتها، خاصة الأنسجة التي تحيط بها والتي بتنتج الهرمونات. طبعا اللي بيحصل ده بيحصل غالبا في الغدة النخامية الأمامية، ونادرا ما بيحصل في الغدة النخامية الخلفية اللي هي 5% منها بس، لأن لها شرايين أكتر من الغدة الأمامية. على حسب مقدار التلف بينتج الأعراض. لو إن في 52% جميع الهرمونات اتأثرت، وفي 44% في حاجات انتقائية، يعني في حاجات اتأثرت وحاجات ما اتأثرتش. طبعا تحتاج الست للمتابعة والتحاليل والعلاج باستمرار مدى الحياة. غير شائع في الدول المتقدمة حيث الرعاية الصحية جيدة، ما بيحصلش مضاعفات تؤدي إلى ما حدث. طبعا فيها نوعين، في نوع حد بتظهر الأعراض فجأة وغالبا بعد الولادة فجأة، إنها بتقول إنها مش قادرة ترضع الطفل أو الدورة ما جتش بعد الولادة. في حاجات تانية بتتأخر، بنسميها حالات مزمنة، بتقعد أسابيع، شهور، سنين، حتى وصلت ل 13 سنة وبعدين بتظهر الأعراض. طبعا في عوامل خطر بتحصل، لأن الست عندها حمل توائم، مشاكل في المشيمة، حاجات تؤدي إلى نزيف أو انخفاض في الضغط أثناء الولادة. لقوا إن تأثير التدمير للأنسجة بالتالي إن هرمون النمو بيتأثر، بعد كده هرمون الغدد التناسلية، وبعدين هرمون الغدد الدرقية، وبعدين هرمون الغدد القذرية اللي هي فوق الكلية، وبعدين هرمونات تلوين الجلد. ايه هي الغدة النخامية؟ الغدة النخامية هي جزء من الغدد الصماء، مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تؤثر على جميع أعضاء الجسم، مثل الغدة القذرية والكليتين والأعضاء التناسلية والعضلات والعظام. طبعا هي عبارة عن غدة بتبقى موجودة خلف العين أسفل الدماغ، وفي عمق الجمجمة، حجمها قد ما يزيدش عن حجم بازلاء، حبة بازلاء، وكمان بتنقسم إلى فص أمامي وفص خلفي. الفص الأمامي ده بيمثل 80% من وزنها، الفص الخلفي بيمثل 20% في وزنها. الفص الأمامي بيفرز هرمونات كتير زي هرمون الحليب اللي بيساعد على الثدي، تكوين الثدي وإفراز اللبن. في هرمون منبه الغدة الدرقية بينظم عمليات الأيض بتاع الجسم. في هرمون بينبه الغدة القذرية للقشرة بتاعتها، ده مسؤول عن الضغط والمناعة. كمان في هرمون مسؤول عن اللي هو الهرمون الولد التناسلية زي الFSH والLH، مسؤول عن التبويض والدورة. كمان في هرمون نمو، ده مسؤول عن كتلة الجسم في العضلات والعظام. كمان في هرمون اللي هو المنبه للخلايا الصبغية في الجلد، بيدينا لون الجلد. كمان في هرمونات بتثبط الإحساس بالألم زي الاندورفين والانكفالين، وفي هرمونات بتساعد على المناعة زي الاندورفين. الغدة النخامية الخلفية بتطلع هرمونين، الأكسيتوسين والADH. الأكسيتوسين ده بيعمل انقباض في الرحم وبيعمل انقباض في الثدي عشان يطلع لبن، انما الهرمون الثاني الADH ده الهرمون المضاد لإضرار البول. لو الهرمون ده نقص تلاقي اللي قدامك قاعد يشرب ميه كتير ويروح الحمام كتير والصوديوم بتاعه يقل وضغطه يقل، بنسميها سلس سكري. هو ما فيش سكر بس بيروح الحمام كتير، فبنسمي هذه التسمية. طيب الأعراض بتاعتنا عبارة عن ايه؟ الأعراض دي على حسب التلف اللي حصل والهرمون اللي قل.
ففي الحالات الحادة أول حاجة بتظهر بعد الولادة مباشرة، والحالات المزمنة قلنا بتظهر بعد أسابيع، شهور، سنين. ففي الحالات الحادة واحدة لما بتولد تقول لك ما في مش عارفة ترضع، أو اللبن ما بينزلش، أو إن الدورة ما بتجيش، أو إن شعر العانة وشعر الإبط بتاعها بيقع ولونها ابتدى يفتح، وبتحس في كرمشة في حوالين العينين والوش، يعني بيحصل فيه بنسميه شيخوخة مبكرة. الحاجة المزمنة بقى دي بتبقى تأثير في الغدة الدرقية، هرموناتها قلت فبتحس بالبرد، يحصل لها إمساك، شعرها برضه بيقع. لو الغدة القذرية فشلت بيبقى انخفاض في الضغط، انخفاض في السكر. وفي حالات بقى بنسميها نوبات قذرية، إن انخفاض شديد في حالات لما تتعرض لضغوط ده مهددة للحياة، إن الضغط بيوطى بصورة غير طبيعية. كمان الغدة التناسلية قلنا لما بيقل بتاعها الهرمون بتاعها الطمس بيوقف ومفيش رغبة جنسية. وكمان قلنا هرمون النمو ما يقل فبيحصل قلة في العضلات والعظام. هنشخص الحالة دي ازاي؟ طبعا التشخيص بتاعها بتاريخ مرضي، ان واحدة بتقول لك انا ولدت وكان في نزيف جامد وتعبت ساعة الولادة وبعدين ما عرفتش ارضع والدورة راحت بعدها. بنعمل بقى بنقيس الهرمونات في الدم، بقيس الهرمونات بتاعتها لوحدها كده من غير حاجة، ACTH و FSH و LH وكورتيزون و TSH و T4 و E2 بقيسهم، وبعدين بعمل تنبيه للغدة النخامية بعلاج، وبعدين اقيسهم تاني اشوف هل اتأثروا الغدة النخامية بتستجيب ولا ما بتستجيبش عشان اعرف ان التشخيص منها. كمان بعمل أشعة رنين على المخ عشان اشوف الغدة النخامية. طبعا في الاول خالص اول ما بتيجي بتبقى متضخمة لانها لسه متضخمة من بعد الولادة، لكن لما بتتلف بعمل رنين بلاقيها ضمرت. هل في وقاية متلازمة شيهان؟ الوقاية انك بيبقى عندك رعاية صحية جيدة بتمنع الحاجات اللي بتؤدي اليها، بتمنع النزيف وتمنع انخفاض الضغط الشديد اثناء الولادة وبعدها. طب هنعمل ايه في العلاج؟ العلاج بتاعنا هيبقى هرمونات تعويضية على حسب الهرمونات اللي اتأثرت، بس لازم متابعة باستمرار وتغيير جرعات العلاج وتحاليل مدى الحياة. مفيش حاجة اسمها هتتحسن بعد كده. طبعا اول ما بنبدأ بندي هرمون الغدة القذرية، لان لو ادينا ما اديناهوش هيعمل مشكلة. تاني مرة بعد فترة شهر او حاجة بنخش كمان بنزود هرمونات الغدة الدرقية. بعد فترة بنخش بهرمونات التناسلية الاستروجين والبروجسترون عشان نجيب لها دورة لحد ما تصل لسن اليأس عشان ما يأثرش على العظام والقلب بتاعها. بعد كده في ناس بيدوا هرمون النمو، بس هرمون النمو بيبقى غالي. تاني حاجة مضاعفاته كتير فما بيداش الا يعني بحذر شديد. بعد كده ممكن ندي الهرمونات الموجهة للإباضة FSH و LH عشان نحسن الدورة والتبويض ودرجة الخصوبة علشان ممكن تحبل إن شاء الله. وشكرا.